هاي بالأخير حقيقة مؤقتة. يعني هسه أني ابني ما أقصر وياه ومربيته أحسن تربية وأغلى من روحي علي، بس أنا أعرف هو مو ملكي وما انتظر منه مقابل. أعرف باكر عقبه يكبر ويصير عنده زوجة ويصير عنده أطفال، وهاي خلف الله عليه من يطول علي شوية بين فترة وفترة. مرات الشاقوية أقول له أنت من تتزوج خو ما تحب مرتك أكثر من عندي؟ يقول لي أكيد لا. أقول له موتك أهجم بيتكم يوم يجي أسوي لكم مشكلة لا تحبها أكثر مني. بس هذا شغل. الحقيقة أنه هي هاي سنة الحياة. هواي ناس يعتقدون أنه أطفالهم ملكهم، يبقى يريد يسيطر ويبقى موجود مثل ما هم أطفال، وهذا مو صحيح. لا، شو نملك احنا؟ ما نملك غير أنفسنا، بس نفسك أنت تملكها، ما تملك أي شيء بالحياة، لا معنوي ولا مادي. أطفالك اللي هم من صلبك وأعز شيء وتكسر ظهرك عليهم، واللي ما تعز شيء عنهم، هم بالأخير مو ملكك. بس أنت تبقى الآخر نفس تحب وتبقى تضحي وتبقى تفضلهم على نفسك، بس لازم تحترم أنه هو راح يجي يوم وتكون له حياته الخاصة وراح ينشغل وراح تكون عنده عائلة. ما راح يعني شوف أكو أمهات من تزوج ولدها وهي متعلقة بيه